متابعي قناة صدى الأخبار 24، أهلا بكم. نجم برشلونة اللاعب لامين يامال نادم على قراره باختيار إسبانيا ويفكر في العودة إلى المنتخب المغربي. وفي تفاصيل هذا الموضوع أعرب لويس دي لافوينتي عن استيائه إذا اتبع يامين يامال خطى إبراهيم دياز واتجه نحو فكرة تعديل رأيه بخصوص اختيار منتخب إسبانيا هذا. وأكد مدرب منتخب إسبانيا سيد دي لافوينتي أن يامين يامال مقتنع باللعب لفائدة منتخب إسبانيا، إلا أنه لا زال بإمكانه حمل قميص المنتخب المغربي وهذا ما نخشاه، مؤكدا أن اختيار دياز للمنتخب المغربي أعطى دفعة وشحنة إيجابية ليامين يامال من أجل إعادة الاختيار. وأشار دي لافوينتي إلى أنه يجب أن يفتخر ويعتز يامال بحمل قميص منتخب لاروخا، مؤكدا أن البعض لا زال يحلم بهذه الفرصة لتمثيل المنتخب الوطني، كما قد علق لويس دي لافوينتي على اختيار دياز للمنتخب المغربي قائلا أنه لم يتواصل معه بعد، وأن اللاعب دياز حرا في اختياره ويجب أن يمثل المنتخب الذي يحبه ويكن له كل الاحترام. إلى اللقاء.